هنأ هؤلاء بكأس يقول الشاعر العربي: يقولون جاهد وأي جهاد غيرهن أريد. أما أبناء النادي الإفريقي فلقد رددوا خلال بطولة هذا الموسم المقولة الآتية: يقولون جاهد وأي جهاد غير البطولة نريد. فعلا لقد جاهد، والجهاد هنا بمعناه الرياضة. إذن جاهد الأفارقة وثابروا وصمدوا وتخطوا كل المصاعب والعراقيل للوصول إلى كسب لقب البطولة. لقب وهو الثامن استحقوه عن جدارة. لقب قلنا الثامن بعد ألقاب 64 و67 و73 و74 و79 و80 و90. هذا اللقب سيكون أفضل دافع للتركيز، كل التركيز عما تبقى من مقابلات في تصفيات كأس تونس من جهة والبطولة الإفريقية من جهة أخرى. جمهور يستحق الانتصار، جمهور يستحق الانتصار، جمهور يستحق الانتصار. كان نستحقوا حاجه ماشي حرام فينا هذول. شفت النادي الافريقي اليوم يستحق باش يكون لقب احسن فريق في تونس. الكل شاركوا معناها في النجاح هذايا، من مسيرين من لاعبين من جمهور، والحقيقه جمهور النادي الافريقي اليوم كان بطل. والحقيقه اول حاجه نسمو جمهورنا اللي الوحيد بعدنا احنا هو يستحق الشامبيون تاعنا، بعد جينا احنا والمسؤولين تاعنا الكل. ووصول النادي الإفريقي إلى القمة لم يكن بمحض الصدفة أو جاء هدية على طبق، بل إنما هو ثمرة عمل طويل المدى، ثمرة عمل جبار اشترك فيه الجميع من لاعبين ومن إطار فني وطبي ومن مسيرين ومن جمهور عريض من ذوق رفيع. كل هؤلاء ساهموا حسب الإمكان ومن موقعهم في هذا التتويج ليصبح عدد بطولات النادي الإفريقي مساويا إلى حد الآن لعدد الكؤوس التونسية، أي 8. وربي يرش البقية مثل ما بل الإفريقي. لقد راهن النادي الإفريقي على الجيل الجديد، راهن على الشبان وكسب الرهان. وقال عادل الهمامي وعادل السليمي وسامي العلمي وسمير السليمي وفوزي الرويسي وصبري البهالي وغيرهم، قالوا: نحن هنا
لإعادة مجد الإفريقي وللعودة إلى كسب الألقاب، مثل ما قال المحايسي ومغاريا والسيد برقاوي وسامي النصري ولطفي الرويسي وسامي التواتي والعمدوني وغيرهم. نحن هنا للمساندة وللخروج من أحلك وأصعب الأوضاع بأخف الأضرار وبأحسن النتائج. هذا المزيج بين خبرة الكبار واندفاع وحيوية الصغار خلق في النادي الإفريقي روحا انتصارية تضرب بها الأمثال، والانتصارات اللي بلغ عددها 18 أكبر دليل على هذه الروح النموذجية. انتصارات منها العادي ومنها العريض، مثل الانتصارات أمام مستقبل المرسى 3-1، وكذلك النادي الصفاقسي ونادي حمام الأنف، واليوم المحيط القرقني بنفس النتيجة 3-1، أو الانتصارات أمام النادي الأولمبي 7-0، وهو انتصار فريد من نوعه خلال هذا الموسم. هالانتصارات مكنت الإفريقي من تسجيل 50 هدف، منها 19 في الأشواط الأولى و31 في الأشواط الثانية. وهذه الظاهرة، أي ظاهرة التسجيل المرتفعة في الفترة الثانية من اللعب، هي دلالة أخرى لتلك الروح الانتصارية التي يتمتع بها أبناء باب الجديد. عشرة لاعبين ساهموا في تسجيل الأهداف، أفضلهم سامي التواتي 12 هدف، وفوزي الرويسي 11 هدف. كما نال لطفي المحايسي نصيبه بتسجيله لهدفين. دفاع الإفريقي كان أفضل دفاع وما قبلش إلا 14 هدف، 6 في مرحلة الذهاب و8 في الإياب. وهكذا يكون الإفريقي قد فاز بجل الألقاب تقريبا. مبروك للنادي الإفريقي على هذا اللقب الجديد، وهنيئا للرياضة التونسية على مستوى بطولة هذا الموسم اللي عرف تحسن ملحوظ، ولتكن المواسم القادمة أفضل، لأنه بارتفاع مستوى البطولة ترتفع بقية المستويات، خاصة ونحن مطالبون بالظهور بوجه مشرف خلال البطولة الإفريقية للأمم وتصفيات كأس العالم 94. وفي النهاية نقول مبروك وألف مبروك للإفريقي، وإن شاء الله التتويج يلحق البقية من جمعياتنا الرياضية. الإعلان النهائي عن فوز النادي الأفريقي في هذه المباراة في بطولة تونس لموسم 91-92.